لكم مساكم الله بالخير إذا كان المساء، وصبحكم الله بالخير إذا كان الصباح لديكم. تحية لكم، وإذا كنتم بالليل يلا إن شاء الله نوما هادئا. تحية لكم جميعا، نتمنى لكم أطيب الأوقات إن شاء الله. احنا تعودنا بين فترة وفترة أنه نسجل اليوتيوب مباشر على الهواء وننزله في قناة المهاجر حتى نختصر المسافة. ننزله من خلال البث المباشر القناة على اليوتيوب، وبعدين ننزله بالقناة على القناة حتى يبقى نستفاد من عنده طيل الفترة الماضية. اليوم راح أتحدث عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول الفوضى العشائرية اللي تضرب المدن خصوصا المناطق الجنوبية، وكثير من الأخوة شاهدوا اليوتيوب اللي نزلناه والاستعراض العسكري اللي بدت العشائر بدال الدولة. طبعا هذا خلل في المجتمع وخلل في الإدارة وحتى خلل في البنية الاجتماعية بدون أي مجاملات وبدون تحفظ على الكلام. العشيرة تريد تحل مكان الدولة، وهذا مفهوم خاطئ. طبعا الدولة دولة وقانون ونظام، وكل الناس لازم تخضع لهذا القانون ولهذا النظام وتشير الأمور للشعب. يعني أما عشائر تتبارى فيما بينها في مناطق جنوب العراق، وخاصة اليوتيوب اللي موجود على صفحتنا في قناة المهاجر وموجود على صفحة التواصل الاجتماعي في البصرة، يعني قتال كأنما احنا في حافات المياه، كأنما نعيش نحن ليس في عصر القرن 21. قتال يعني انت من تقتل لك واحد شنو راح تحصل؟ يعني انت شو من تقتله وتيتمه وتقتل اطفال؟ شنو يقولون هاي العشيره الفلانيه قتلت العشيره الفلانيه؟ يعني اكو اخطاء بالمجتمع يجب الانتباه اليها ومتابعتها من قبل. اول المؤسسه الدينيه مهمتها الاولى هي اصلاح المجتمع، لاننا نحن بحاجه الى مصلحين اجتماعيين. وبالعراق الان عندنا المؤسسه الدينيه هي المسيطره، رجال المنابر اللي يوصل كلامهم اكثر، والفضائيات اللي الفضائيات الحمد لله والشكر ماخذه طور. هو اللطم والمرات الحسينيه تحولا الى غناء، يعني مريد يغني هو بس يغني باسم الحسين. هاي المشكله طبعا، لان سوقه خسر. هو يقدر يغني من مناطق اخرى طبعا، يقدر يروح للشمال ويغني ودول عربيه قريبه ويصقل موهبته، لكن هو يستغل الامام الحسين عليه السلام ويقوم بالغناء ويحول يعني. فلا فضائياتنا قدرت توصل رسالة المجتمع، بناء المجتمع العراقي وتطويره وإنمائه وإنهاء هذه الفوضى المستمرة داخل المجتمع، ولا نحن استفادينا من الإرث الحضاري والتاريخي اللي عندنا. لا استفادينا من حضارة عندنا حضارة عمقها 7000 سنة، ولا استفادينا من تراثنا وأئمتنا عليهم السلام. وعندنا خير مؤسس لصوت العدالة هو الإمام علي، اللي هو موضوع الثاني اللي راح أتحدث به إن شاء الله عن مفهوم الدولة المتكاملة في نظر الإمام علي عليه السلام، وكيف تكون الدولة وكيف يكون الرعاة من كل الأجناس ومن كل الأطياف. الآن عندما شاهدنا اليوتيوب اللي ظهر في المناطق الجنوبية وخصوصا في مدينة البصرة، العشائر تتقاتل فيما بينها. هو شاير راية العشيرة، واللي يحبون يطلعون عليه يقدرون يدققون. أنا دققت على اليوتيوب بشكل كامل، يلا نشرته ويرمي. واكو ناس تحاول تردع الخطر وتردع الفتنة، بس ما تقدر في هذا الظرف، لأنه سيطرت فكرة العشيرة على فكرة الدولة، وحلت العشيرة والقبيلة محل الدولة. وهذا نظام خاطئ قاعد نسير به، واحنا ما نعرف يعني وين رايحين. وهذا راح يسبب لنا قتل ودماء وأيتام ورامل، واحنا مو بحاجة له، خصوصا مناطقنا الجنوبية الفقيرة المعترة اللي عندها بحيرات من النفط، اللي المفروض احنا عندنا اقل شيء ناطحها السحاب، اقل شيء جسر او جسور معلقه تربط المحافظه، اقل شيء طرق هايويات معبده، اقل شيء مدينه تحس بها مدينه منظمه، مو مدينه مزدحمه وقمامه وغبار ووجع والم. اقل شيء عندنا مستشفى مثل اي مستشفى في العالم. انا اكد على المستشفيات لان انا عندي بالمستشفيات صارت حاله نفسيه. يعني احنا شنو المشكله لو نستفاد من المستشفى الامريكي العراقي، مثل ما موجود المستشفى الامريكي في بيروت اللي يروحون يتعالجون به كثير من العراقيين ومن السياسيين ومن المشعوذين. حتى المشعوذين اللي عندهم قنوات يروحوا يتعالجون بهم. وهذا المشعوذ اللي يطلع بالتلفزيون ويعطيك ياسون ويعطيك حبوب على الهواء وانت تصدق به، ولو ما عندك ولاده وتولد هم يروح يعالجون بالدول هاي بالمستشفى الامريكي في بيروت وبالارقام والوثائق. إذا شنو المشكلة؟ احنا اكو مشكلة يا جماعة الخير، ولازم نحلها سوية، ولازم نتابعها دقيقة بدقيقة حتى نستفاد منها.
ليش احنا الآن بلدنا من دون بلدان العالم ما توجد فيه خدمات؟ ليش بلدنا من دون بلدان العالم ما بي أي تقدم؟ وجود اكو بنايات صحيحة، لكن احنا نريد مثل نظام، مثل هذه الدول. المفروض هذه الدولة العراقية الموقرة دز بحثات إلى دول العالم، إلى اليابان، إلى الصين، إلى أمريكا، إلى كوريا الشمالية، إلى أوروبا، دز بعثات خبرات يستفادون بهم، نشر ثقافة. احنا مو بس يقعد على المنبر ويكفر العالم، هاي مهمته، بس يعرف يقعد يفلسف، هو قاعد عايش عمره كله ببريطانيا، ياكل ويشرب وياخذ مساعدات، ومن يروح يظل يكفر. هاي مشكلة ازدواجية في الحقيقة، ازدواجية في مجتمعاتنا، وخطأ في مجتمعاتنا. خطأ في اللي يتصدى الأمر، هو الخطأ في مو الناس البسيط الفقير هذا اللي يروح يقاتل ويطي دمه ويدافع ويحمي بغداد ومناطق الأخرى. هذا ما عنده، هذا فطرته الطيبة وحبه لآل محمد ينطي حتى دماء، مثل ما احنا كنا في الانتفاضة الشعبانية. احنا نصعد على نقاتل الدبابة بكل قوة ونحارب، ما نعرف النتيجة انه هذول الجماعة يجون ويسيطرون ويحولون البلد إلى هذه الفوضى العارمة. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نشخص ليش عشائرنا تتقاتل. يعني لازم أكو قرار قوي يحد من هذه الفوضى، يعني بيارغ ورمي ورشاشات وكلاشينكوف وراجمات قتلت له، يعني شنو راح تحصل؟ من راح يقتلك؟ قتلته هم راح يقتلك، يتمته هم راح تيتم أطفاله وتيتم زوجته وتحول دماره وتحولك تقتلك على أسرة. على شنو بويه؟ على شنو؟ شو تريد تحصل أنت؟ شنو راح تدخل الجنة؟ صاعد العالم الآن غزت القمر وبنت مستعمرات في المريخ وبنت مستعمرات في الكواكب الأخرى، واحنا بس هاي يشتري له يصير عنده فلوس، لو يتزوج على مرته، لو يشتري له بندقية. يعني هذا خطأ، لازم نصلحه. لازم المؤسسة الدينية هي اللي تصدر، لأن هي المصدرة الآن، الناس تسمع المؤسسة الدينية، سواء كل التيارات اللي مسيطرة على المجتمع أو المؤسسة الدينية العليا اللي هي لازم أنها توجه المجتمع بالطريق الصحيح. يعني هاي الأسلحة بيد هؤلاء الصبية اللي شفناهم أول امبارح، ويرمي على عشيرة ثانية، والعشيرة الثانية ترمي عليه، ويمكن أنه يؤدي إلى قتال وأيتام وأطفال ونساء. وإحنا ليسنا بحاجة بعد إلى دماء، يعني إحنا تولعنا بالدماء، منظرنا تلون بالدماء، يعني ما نقدر نستراح إذا ما نشوف منظر الدم. ويقعد بالمضيف وبالديوانية ويتحدث عن بطولاته على أخوه مو على الغريب، وحقده على أخوه مو على الغريب، حقده على أخوه مو على الغريب. لا الغريب بعيد عنه، لا بالعكس، يجوز يصير له سمسار، لكن على أخوه على ابن عمه يصير حاقد. يعني هاي المشكلة اللي نعاني من عندها إحنا، واللي شفناها في اليوتيوب اللي ظهر قبل أيام في مدينة البصرة، عشائر تتقاتل فيما بينها لتزيد الطين بلة ويستمر دماء الناس الأبرياء المساكين، وتزداد عدد الأرامل والأيتام اللي الآن احنا كل شارع وكل منطقة وكل قرية بها عدد من الأيتام والأرامل. ومع الأسف ماكو أي توجه لإنقاذ المجتمع من هذه الفوضى العارمة التي تضرب المجتمع. طبعا حتى ببغداد، أنا لما رحت لبغداد بتت بالكرادة، سالفالي أحد الأخوة أنه أكو عشيرة، يعني بغداد يمكن ماكو بها قبل يعني هدوء، يعني واحد يهد على آخر وقوامة، يمكن هاي ماكو بالبغداد في ذلك الزمان. الآن أصبحت حتى في بغداد واحد يد على الآخر وقوامة. وحتى قناة دجلة هم على مود ولاية البطيخ هم ودوا لها قوامة، وهاي المناطق العديدة. ليش؟ لأنه اكو برنامج نقد المنطقة الفلانية. احنا العراق حقيقة بحاجة إلى دولة مدنية ليس كما يعتقد المدنيون انها الاباحية. لان هو المشكلة دول المدنيون، السعاة المدنية، يعتقد انه المدنية هي الاباحية، الخمر والسهر هاي هو يعتقد هيك المدني. ما يعتقد المدنية هي الحقوق والواجبات والتطور والبناء، وكل انسان يمارس حقه بالطريقة الصحيح وواجبه بالطريقة الصحيحة. ما يعتقد، هو يعتقد انه المدنية هي الفوضى. هم حتى اللي يدعون انه يرفعون شعار المدنية في مجتمعاتنا، مدنية ليس بالمدنية الأوروبية، ليس في المدنية في العالم الآخر. المدنية قانون ونظام ودولة متكاملة ومؤسسات اجتماعية ومؤسسات تربوية، وليس مؤسسات إباحية كما يعتقد البعض. إنه يعتقد المدنية هي إنه يروح ويفتح له مرقص وملهى وخمارة، هاي يعتقد المدنية. هو هيك اعتقاده للأسف الشديد. والفهم الآخر للمسلمين والإسلاميين، فهمهم الإسلام هو الخرافة وتضليل المجتمع وجعله يعيش في دوامة الخرافة، لا ينطلق أنه الإسلام دين شامل ومتكامل ودستور كامل. يعني الإسلام ما طبق بالطريقة الصحيحة يا جماعة الخير.
إسلام فقط على اللسان، لا مسؤول طبقاه ولا رجل دين ولا، فقط بس السلام عليكم، وهو يعتقد نفسه أنه هو أفضل من الآخر، بينما هو الإسلام دين الرحمة والمحبة والسلام. الآن نتحدث عن الدولة المدنية، والدولة اللي أراد الإمام علي عليه السلام تأسيسها، وقد أسسها وبناها ووضع دستورها الحقيقي في رسالة كاملة عندما ولى مالك الأشتر النخاعي على مصر. هذه بنظري أنا المتواضع أنه هذا دستور يجب عليه أن تسير الشعوب الإسلامية، ويجب عليه أن يسير كل شيعي. إذا شيعي ينتمي لعلي بن أبي طالب ودائرة علي بن أبي طالب، عليه أن يسير على هذا النهج، وهو النهج اللي وضعه الإمام علي عليه السلام. أما تقول إنه شيعي وأنت مخلي لي صورة صدام وراك، أما تقول إنه أنا الشيعي وبعدك تخلي صدام، أما تقول أنا شيعي والزور وبعدك على نهج صدامي من داخلك، هذا مو شيعي. الشيعي هو الذي يسير على نهج علي بن أبي طالب عليه السلام، بالقول بالفعل بالممارسة بالعمل. خلينا نشوف علي بن أبي طالب شنو أراد من رسالته إلى مالك النخاعي، مالك الأشتر النخاعي. الإمام علي صوت العدالة، صوت العدالة الإنسانية اللي عند الشيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الولي الشرعي والمرسل من قبل الله والمؤكد عليه في كتب السماء هو الإمام علي عليه، شاء من شاء وأبى من أبى، هو الولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة وهو القائد وهو القدوة وهو الصدوق. أما هاي الألقاب اللي خذوها بعض الناس هي سرقة لتراث علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن هل نحن نسير على نهج علي بن أبي طالب؟ إحنا الشيعة كان كمسلم شيعي أنا متبع نهج علي بن أبي طالب، ساير على نهج علي بن أبي طالب؟ لا، بالحقيقة لا. والدليل نحن فشلنا فشلا ذريعا في العراق بعد سقوط نظام صدام في إدارة الدولة العراقية وعدم التمسك بمبدأ أهل البيت عليه السلام. تمسكنا فقط بالظاهر القشور وتركنا اللب. الآن كيف يصف علي بن أبي طالب في رسالته التي أوصى بها مالك الأشتر؟ يعني أول هدف الإمام علي عليه السلام: وأشعر قلبك للرعية بالرحمة والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكون عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق. يعني هذا الإمام علي الوصف الدقيق لرسالة علي بن أبي طالب عليه السلام لكل شيعي. لا تكون عليهم سبع ضاري وتاكل وتلهف، من تروح لك على معاملة لازم ينطيك يلا تسوي المعاملة، لازم تبوقه والسرقة والتعبة وتوديه محافظات، من محافظة لمحافظة على مود تاخذ من عنده فتات الدنيا، مع أنه أنت تموت وهو يموت. صدقني الموت سيطيل كل البشر، ماكو واحد يبقى. يعني خل في الكون، يعني في المعادلة، لو إنسان نصف نفسه ونصف حياته وفكر بمماته، كان الإنسان أجدر به أن يعيش سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. يقول له بالمحبة والرحمة